أهلا بيكم في منصة سريع. في الفيديو اللي فات اتكلمنا تعريف عام عن المنصة، وإزاي المنصة ممكن تساعدك إنك تعمل متجرك الإلكتروني من غير ما يكون عندك أي خبرات في البرمجة. وإزاي تقدر تربط متجرك مع شركات شحن متعددة، وإزاي تقدر تربطه مع بوابات دفع مختلفة. في الفيديو ده هنمشي بالتفصيل، نشرح إزاي ممكن تعمل المتجر الإلكتروني بتاعك، وإزاي تقدر تضيف أول منتج ليك، وإزاي تقدر تنشئ صفحات هبوط خاصة بيك بتعمل احسن كونفرجن يعني، او احسن مبيعات. فخلونا نبدا. الاول حاجه نعمل تسجيل دخول. نطلع كده فوق نلاقي في حاجه عندنا اسمها لوجن. طبعا لو انت ما عندكش اكونت بتعمل ساين اب او بتريجستر من الاول، فهنعمل لوجن. هدخل بالاكونت الخاص بيا، تحط الباسورد وبتعمل تسجيل دخول. طبعا اول ما بتفتح بيبقى ده الشكل الخاص بالمنصه. طبعا ده لينك الويب سايت الخاص بيك او المتجر الالكتروني الخاص بيك. هنا في عندنا حاجه اسمها ويب سايت بيلدر، اللي هو بينشئ لك المتجر او الموقع الالكتروني الخاص بيك. وطبعا هنا عندنا شكل لوحة التحكم او الداشبورد. بيكون في هنا طبعا البالانس بتاعك او الفلوس المتاحة ليك انك تسحبها. طبعا تقدر تسحب الفلوس من داخل المنصة. وعندك طبعا الارباح بتاعتك، اجمالي عدد الاوردرات، اجمالي عدد العملاء الموجودين، البيست سيلينج برودكت، المنتجات الاكثر او الافضل مبيعا. وطبعا هنا بيكون في عندك رسم بياني بيوضح لك الريفينيو بتاعك، العملاء اللي بيزوروا المنصة بتاعتك من اي محافظة، عدد الكونفرجن او الكونفرجن ريت بتاعك، او معدلات التحويل في الكارت، في الاوردرز، في الاباندنت كارت او السلات المتروكه، اللي هو عميل دخل حاول يشتري وما اشتراش. وطبعا هنا عندنا الابديت باخر اوردرز وصلت ليك. بعد كده بيكون عندك هنا صفحة الاوردرات، بيكون مكونة من 4 حاجات. بيكون عندك هنا جميع الاوردرات، وبتلاقي الاوردرز موجودة بالحالات بتاعتها. الاوردر ده تم استلامه، او الاوردر ده قيد التجهيز او انت بتجهزه، او الاوردر ده في الشحن، او الاوردر ده تم توصيله، او الاوردر ده اتدفع، الاوردر ده ما اتدفعش، او الاوردر ده اتدفع جزئيا. طبعا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت تقدر تشغل المنصة بالعربي والإنجليزي. فلو قلبناها عربي بالشكل ده هتلاقي طبعا كل حاجة اتحولت معاك باللغة العربية. هيبقى عندك رصيد المحفظة بتاعتك بالجنيه المصري، يبقى عندك شكل المتجر بتاعك. طبعا هنا منشئ المواقع. برضه هيبقى عندك هنا إجمالي الربح بتاعك، إجمالي الطلبات، عدد العملاء، الأفضل المنتجات الأفضل مبيعا، وهكذا. وبيجي عندك المستخدمون الناشطون عندك في كل مدينة، وحالة الطلبات. تقدر تدخل على صفحة الطلبات، تلاقي كل الطلبات، هتلاقي الحالة بتاعت كل طلب. الطلب ده تم استلامه، الطلب ده بيتحضر، الطلب ده في الشحن. وطبعا كل الحاجات دي بتسمع عند العميل بتاعك، فالعميل بيكون عارف خطوة بخطوة هل الطلب ده اتشحن او بيتحضر او بيتجهز او ايه اللي بيحصل بالظبط. والطلب ده حالته سواء كان اتدفع او ما اتدفعش او مدفوع جزئيا. بعد كده جوه الطلبات بيكون عندك حاجة اسمها نقاط البيع. لو انت عندك فروع تقدر تختار مثلا مخزن رئيسي، بيظهر لك المنتجات الموجودة داخل هذا المخزن، أو مخزن موقع إلكتروني برضو بيظهر لك المنتجات. وتقدر تضيف المنتج ده للسلة، تختار كاش أو فيزا. تقدر تختار العميل بتاعك، تمام، وتقدر تعمل إنشاء للطلب. بعد كده عندك عربات التسوق المتروكة. لو انت عندك في عملاء حاولوا يشتروا من خلالك ولم تتم عملية الشراء، بيظهروا في هذه الصفحة. عندك طبعا صفحة المرتجعات، لو في أي مرتجع بيظهر لك بالشكل ده في الصفحة دي. طيب ايه تاني موجود عندك في لوحة التحكم او الداشبورد؟ هي المنتجات. بيكون عندك كل المنتجات، وده اللي ان شاء الله هنبدأ بيه في الفيديو اللي جاي، ونشرح ازاي تضيف منتج بالكامل، وايه الفرق بين انواع المنتجات. بس المرة دي هنمشي بشكل سريع. هنقول مثلا انت عندك هنا كل المنتجات. طبعا تقدر تضيف المنتج في شكل اكسل، او تقدر تحمله في شكل اكسل، او تصدر ال- المنتج في شكل اكسل. يظهر لك هنا كل المنتجات. طبعا ده اسم المنتج بالعربي وبالانجليزي، تصنيف المنتج، بيكون عندك الكمية الموجودة على المنتج، حالة المنتج ده نشط ولا لأ، بيكون عندك المنتج ده لو فيريفايد أو موثق ولا لأ، لو المنتج ده أعلى مبيعا، لو المنتج ده ينصح به،
لو المنتج ده انت عايز تضيف له كمية كمان، تقدر تخش تضيف له كمية بالشكل ده من هنا. آه، كمان عندك حاجة اسمها المجموعات، لو انت عايز تضيف مجموعة للمنتج ده، زي مجموعة الصيف، مجموعة الشتاء. وعندك الفئات، لو انت عايز تضيف فئة للمنتج، تقدر برضو تحدد فئات المنتج وأنواع تصنيف المنتجات، اللي هي الفاريشنز او البرودكت فاريشن. فانت عندك كذا كذا نوع من المنتجات، وهندخل في شرح المنتجات بالتفصيل في الفيديو القادم ان شاء الله. برضو هنا بيكون عندك صفحة كاملة للعملاء، اي عميل بيشتري من خلالك، او انت تقدر تضيف العميل بشكل مانيوال لو جالك من اي بلاتفورم او من اي مكان زي انستجرام او فيسبوك. تقدر تخش تضيف الاسم، اسم العميل، تقدر تضيف البريد الالكتروني الخاص بيه، رقم التليفون، تاريخ الميلاد، كل بيانات العميل وتضيفه معاك هنا. وده مهم معاك في موضوع الريتارجتنج للعملاء، او ازاي تقدر بعد كده ترجع للعملاء بتوعك وتعرف مين بيشتري اكتر حاجة، مين ما بيشتريش. تقدر تعمل لهم ماركتنج كامبينز، او تقدر تعمل لهم ريتارجتنج تاني. طيب الشحن واحدة من الحاجات المميزة عندنا. انت بيكون عندك 3 تابات او 3 خانات تقدر تضيف هنا. منطقة للشحن، مجرد بس بتحط اسم المنطقة وبتضيفها. وبعد كده تقدر تخش على مواقع تحصيل الاوردر، بتحط المكان او الموقع اللي العميل يقدر ياخد منك الاوردر بتاعك. وعندك طلبات التوصيل دي، كل طلبات توصيل الشحن اللي انت طالب توصلها، من غير التعامل مع مناديب، من غير التعامل مع شركات شحن، من غير التعامل مع اي حد ممكن يبوظ لك المنظومة الخاصة بيك. احنا بنتحمل كل ده. انت بس بتوصل الاوردر او بتحط لنا الاوردر في الصفحه دي، واحنا خلاص بنتعامل مع الاوردر بتاعك. طبعا عندك بعد كده المخزون او المستودع، تقدر تضيف مستودعات او مخازن، ودي حاجه مهمه جدا للبيزنس بتاعك، بحيث انك تقدر تقسم. لو انت عندك مخازن، لو عندك فروع، لو عندك بضاعه بشكل معين، تقدر تقسمها وتنظمها في المخازن بتاعتك. فتقدر تضيف مخزن لو انت عايز تضيف مخزن او اكتر من مخزن، وتقدر تعمل تنقل المخازن ما بين المستودعات الخاصة بيك لو انت عندك كذا مخزن. تقدر تعمل كمان عروض او خصومات العملاء بتوعك. تقدر تعمل اضافة كود خصم. هتلاقي عندك طبعا اكتر من نوع من انواع كود الخصم، يعني بتحط اسم الكود ويبقى عندك خصم على الطلب، او خصم على المنتج، او خصم تشتري منتج وتحصل على الآخر، أو شحن مجاني. طبعا تقدر تستخدم الأكواد دي للعملاء بتوعك، بحيث إنك تقدر توفر لهم خصومات على حسب طبعا الاستراتيجية الخاصة بيك في البيزنس. أخيرا عندك حاجة اسمها المتجر. المتجر الإلكتروني بيكون فيه مدونة أو البلوج بتاعك، تقدر تضيف من هنا بلوج، تمام، يظهر طبعا على الموقع بتاعك. وتقدر تشتري من هنا دومين لو انت عايز يبقى عندك دومين، وتقدر تربط الدومين من هنا في خطوة واحدة بس. بتحط اسم الدومين وتعمل ربط، الدومين بتاعك بيتم ربطه. وهنا طبعا ده منشئ المواقع اللي اتكلمنا عليه. هنتكلم ان شاء الله عليه بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. بعد ما نضيف، او الفيديو اللي بعد اللي جاي، بعد ما نضيف المنتجات هنبتدي نخش على إنشاء المتاجر، وهنوضح إزاي نقدر ننشئ متجر. بعد كده عندنا هنا في الإعدادات. تقدر طبعا دي حاجة اسمها إعدادات المدير والأدوار. تقدر طبعا تضيف مستخدمين معاك، لو عايز تضيف مستخدم تقدر تحط تفاصيل المستخدم وتعمل له إضافة، وبالتالي بتعمل له زي انفيتيشن أو دعوة يقدر يستخدم معاك السيستم. لو أنت عندك أكتر من حد بيستخدم السيستم، أو عندك أكتر من موظف. وبعد كده عندك طبعا هنا دي بعض الإعدادات العامة، زي البيكسلز الخاصة بالفيسبوك، مدير الإعلانات في جوجل، رابط الاستدعاء، وعندك بيكسل تويتر. عندك طبعا هنا دي بعض الحاجات المهمة، لو انت عايز تظهر مثلا المخزون خلص ولا لا، عايز تظهر الكميات، لو عايز تشحن شحن دولي بتفعلها، لو عايز تحدد لغات المتجر بتاعك، بيانات التواصل الاجتماعي، الاس اي او، لو انت عايز ترفع الاس اي او ميثودز بتاعتك، اعدادات المتجر طبعا لو عايز تحط الشروط والاحكام والسياسات والكلام ده كله، الهوية بتاعت المتجر، الاوراق بتاعتك كتسجيل ضريبي او كده لو موجود طبعا. وطبعا هنا مدير الطلبات، لو انت بعد ما يتم تخصيص اوردر او الاوردر يطلع من عندك من جوه المتجر، لو عايز تبعت ايميل او اس ام اس للعميل، تقدر تحدد واحده منهم او الاثنين بالشكل ده. طبعا هنا بوابات الدفع، تقدر تربط باي تابس او فواتيرك او باي موب. وبعد كده عندنا هنا الباقات الخاصة بالمتجر. طبعا كل ده بيكون باشتراك 999 جنيه.
وبس كده. ده كده كان شرح الداشبورد او لوحة التحكم الخاصة بالمنصة. إن شاء الله الفيديو القادم هنبتدي نشرح الجزء الخاص بالمنتجات، إزاي تضيف المنتج بتاعك، وبعد كده نبتدي ننشئ المتاجر مع بعض. شكرا لك.